والله هو السؤال جميل. جيمي كو بيسأل على الشاشات اللي كانت بتعمل ستيريوسكوبيك او 3 دي فيجن من غير نظارة، وليه سمعنا عنها شوية وانقرضت. طبعا هي موجودة وسمعنا عنها كتير الحقيقة، ويمكن انا من الناس اللي كنت بلعب بالنينتندو 3 دي اس اللي هو كان فيه شاشتين، والشاشة اللي فوق 3 دي. ليه ما بنشوفهاش؟ لان معظم التكنولوجيز دلوقتي مبنية على الشاشات اللي الناس كتير بتقعد تتفرج عليها. فهي الفكره جيمك. خلينا بس اللي هو الاول ارد عليك سريعا، هي بتشتغل ازاي؟ انت الشاشه نقطه بتطلع الصوره او اللايت لعينيا في اتجاهين، فبيحطوا زي كده ايه سب بيكسل لينسز، لينس في الناحيه دي ولينس في الناحيه دي. اللينس اللي في الناحيه دي بتبلوك الايمج اللي في الناحيه دي، واللينس اللي في الناحيه دي بتبلوك الايمج اللي في الناحيه دي. وبقيه الفكره زي ما انا شرحت في الفيديو بتاع الاستيريوسكوب. طيب ده عيبه ايه؟ عيبه اول حاجه ان هو انت لازم تكون قاعد في حته واحده، يعني هو لازم يبقى عارف ان انت قاعد في وش الشاشه عشان يبقى ضامن ان هو بيضرب شعاع نور هنا وشعاع نور هنا. وبالتالي لو انت هتتفرج على تلفزيون، الف به تلفزيون ان الناس بتلتف حول الشاشه الصغيره من الشمال لليمين. وبالرغم من ان هو في تلفزيونات بيبقى فيها كاميرات بتعمل تراكنج وتقدر تغير اماكن العدسات لكذا يوزر، بس طبعا يعني تخيل بقى السعر هيبقى عامل ازاي ده، وتعقيد للشاشه نفسها. فبالتالي انا ممكن اعمل نفس الشاشه واعقد بره، اديك نظاره، وانت في النظاره تلبسها بس وقت ما انت عايز تشوف 3 دي، وتقلعها لو انت مش عايز تشوف 3 دي. وكان في فعلا شاشات تلفزيون فيها اكتر من نظاره ممكن تشتري لها زي ما انت عايز، ولكن الناس هي اللي ما بتشتريش لان مش كل الميديا اللي بتتعرض 3 دي. وبرده في النهايه خالص المشاهده المنزليه هتبقى باكتف جلاس، اللي هي نظاره فيها كهرباء، ايا كان بقى النظاره بتغمي عين وتشغل عين، ولا بتلعب في الالوان، ولا بتعمل ايه بالظبط. وده ممكن يصدع ناس كتير، فما كانتش فيري بوبيلر. النضاره الوحيده اللي انا شايفها ناجحه اللي هي البولارايزد، اللي هي اوريدي السينمات بتشتغل بيها، ودي عمرها ما تنفع على التلفزيون لانها مبنيه انك بتضرب الفيلم على شاشه السينما باتنين بروجيكتور. فهي ممكن تنفع على السينما المنزليه اللي هي بتتعمل ببروجيكتور، لكن مش تلفزيون ال اي دي بتشغله يعني. واعتقد ان هم لو حبوا كمان يطوروا في التلفزيون المنزلي مش هيحاولوا يطوروا ال اي دي ويخلوه ان هم يشوفوا له تكنولوجي احسن، لان ساعتها الناس اللي هتكون عايزه الاميرسيف 3 دي اكسبيرينس هتروح للهيدسيتس الكامله اللي زي الميتا كويست وزي الابل فيجن برو، ودي مش هتحتاج تبص على التلفزيون لان انت ممكن انت تبص بالاوجمانتد رياليتي الفيلم يتعرض ويوريك البيت. فعشان كده التكنولوجي دي اعتقد من دفن الى دفن، ولكنها تكنولوجيا ظريفه وانا شخصيا حبيتها جدا.